خويا العزيز، راك تشوف هذوك الجبال هذوك اللي راهم ليه، هذوك اسمهم تالت حمزة. تالت حمزة هذو جايين في بجاية. هاد الجبال هذو فيهم الزنك والرصاص والذهب واليورانيوم. الدولة باشرت التنقيب عن الزنك والرصاص واليورانيوم والذهب، أغلى المعادن في العالم. أغلى المعادن يعني موجودين في بجاية. سكان بجاية على بالهم؟ والله ما على بالهم. سكان بجاية أغنياء، عندهم طرقات، عندهم يعني مرافق، عندهم حياة كريمة. الفقر المدقع. سكان بجاية قاع حراقة مساكن، شبابهم كاين غير نساء في بجاية. النظام أخلى الولاية من الشباب قاع بعثهم في قوارب الموت، وخلى غير نساء في بجاية يدوروا باش ينقب على الزنك والرصاص والذهب واليورانيوم. ثالث حمزة، روح اكتب في جوجل ماذا تحتوي دائرة ثالث حمزة وجبال ثالث حمزة من المعادن، تلقاها أغنى من حسي مسعود. ظهرت بجاية أغنى من حسي مسعود. وما خفي أعظم، الجزائر معمرة بالثروات. أقسم بالله يا ثروات الجزائر نعيش أحسن من الخليج وأحسن من الإمارات وهذو جماعة العقال وكذا، بالرغم من أنه شعب قليل. حنا زوج عباد حنايا، ماناش سكان الصين ولا 200 مليون ولا 300 مليون، ولا حنا غير زوج عباد 30 مليون. هذا ما كان، عايشين في الفقر المدقع. وراهي تروح هذا الملايير تاع الثروات. تخيل يا خويا العزيز، عندك في تبسة الفوسفات، عندك في تيندوف الغرب الشرق بيودي واش نحكي يا الرب العالي. الجزائر عندها 20% من ثروات العالم. 20% من ثروات العالم. تخيل نتايا، احنا عايشين في الفقر المدقع. طونوبيل ما تقدرش. اللحم يا الرب العالي، الجزائريين ياكلوه مرة في العام. اللحم ياكلوه مرة في العام، وعندنا 20% من ثروات العالم. هذه بجاية اللي جاية على البحر، فيها ثروات ضخمة، جبالها معمرة بالذهب والزنك. على بالك باللي الزنك يعني معدن غالي وثمين جدا موجود في بجاية، وراه يتنقب عليه. روحوا شوفوا دقيقة دوك نجيب لكم تدشين. أو على بالي كاين عباد ما يصدقوش. عرقاب هذا اللي تهموه بقضايا فساد وراه في الحبس الآن، هذا الوزير هذا هو اللي دشن وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية. تخيل يا خوتي، هاولي كاين بجاية، هذه بجاية. قاع هذه الثروات موجودة في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في تبسة، في خنشلة، في باتنا، في سطيف، في قسنطينة ولقاو البترول في قسنطينة، ولقاو آبار للبترول. عندنا الإسمنت في الحصيمة، عندنا في وهرن، عندنا جبل من الحديد في تيندوف. خلينا من الغاز والبترول في عين ميناص، في دبداب، في أضرار، في تيميمون، في واسمها حصير مل. على بالك أكبر احتياطي للغاز موجود في حصير مل. حسي مسعود البترول، يعني بحر من البترول في حسي مسعود. النمرات في غرداية، حسي بركان، يعني حواسي وثروات. احنا عايشين في الفقر وحراقة في بلاد الناس، وإحنا غير زوج عباد ماشي قال غاشي، ولا قال 100 مليون ولا 200 مليون مواطن الله غالب، يعني والله رانا بزاف. زوج عباد احنا زوج عباد. يعني عندك مليون سجين، وعندك 15 مليون مهاجر، وعندك 28 ولا 27 مليون اللي عايشين في الجزائر في مساحة 2 مليون و380 ألف كيلومتر مربع. 10 أكبر دولة في العالم، يعني دولة تحتوي على ثروات ضخمة تبيعها في السر. الدولة الوحيدة. علاش الجزائر ما يحترموهاش المنظمات العالمية وما دخلتش في البريكس، والدول لا تحترم الجزائر؟ لأنه دولة تخطف وتسرق وتنهب بطريقة، يعني ما فهمتش هاد المسؤولين شحال راح تعيش. وراه يحيى، وراه سلال، وراهم المسؤولين اللي سبقوكم، وراه سعيد باي وبالقصير وفلان وبوسطيلة هذا اللي مات في فرنسا،
وراه خالد النزار، وراه العربي بالخير، ومحمد العماري، واسماعيل العماري، وهاد العباد وراهم ياك كاع ماتوا، ياك تموتوا. علاه معيشيننا في الذل والرخص، وعلاه نعيشوا في اوروبا وحنا كاع عندنا هاد الثروات؟ عندنا في بجايه وتيزي وزو والشمال والجنوب، بلادنا معمره بالثروات، معمره بالمعادن الطبيعيه اللي العالم يحتاجها، العالم يحتاجها. وحنا عايشين في الذل والرخص، ونروحوا بوطيات وحراقه ومنا. علاه؟ الله اعلم. ويجي يقول لك تحيا تبون رانا معاه عهده ثانيه. علاش؟ الله اعلم.